اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورت وعروض، وهنعمل شغل كتير، وهنقول على اسوأ كريمه ممكن تتخيلوها، فخلوا بالكم منها ما تشتغلوش بيها. بتعمل فراغات وبتعمل مشاكل كتير، هوريكم واحنا شغالين كده. وهنسمي الله كده ونبدا. وطبعا النهارده هنشتغل بالسبونج الجاهز عشان حبيبتي ام عمر اللي كانت بتسالني على الصاج 38 في 48 بالسبونج الجاهز، وعملته بثلاث بيضات. بصي انا يعني انا بقول على طول ان انا لما بعمله بثلاث بيضات بيطلع مش مرتفع. انت الصاج بتاعك يعتبر زي الصاج بتاعي، انت 38 في 38، انا 42 في 32، فالفرق اللي في العرض هتلاقيه هو في الطول، فهي. فانتي هتحطي اربع بيضات. طبعا لازم حجم البيض يكون كبير ويكون من التلاجة او الفريزر، يا ريت يبقى في الفريزر. وطبعا احنا قلنا ان البيض اللي في الفريزر بينقل السبونج نقلة تانية. وهنحط معلقة صغيرة من المحسن وزنها حوالي 15 جرام، من 15 ل 20، لان اصلا الجاهز بيبقى عليه مواد رفع كتيرة، فما يعني السبونج الجاهز مش بيحتاج محسن كتير. وهتحطوا 350 جرام من السبونج الجاهز، السبونج اللي انا بشتغله دريم، انت كنت بتقولي جولدن باك تقريبا، بس الاحسن دريم او ايجي شيف، احسن نوعين في السبونشات. بيدي ارتفاع حلو جدا في الصواني وفي الصاج. هنضيف معاهم نص كوبايه من الميه المتلجه، ونضربهم على اعلى سرعه لحد ما القوام يرتفع في العجان او المضرب. وكان في حبيبه قلبي اللي كانت بتقول لي ان طريقه الفصل زي طريقه ان احنا نضيف المكونات على بعضها. لا، في الدقيق العادي لما بنضيف المكونات على بعضها مش بيدي نفس الكمية لما تعملي بطريقة الفصل. يعني طريقة الفصل بتديكي كمية اكتر في الصاج او في الصينية. وطبعا ده عن تجربة، وفي ناس كتير جربت الطريقة والحمد لله ناجحة معاها وبتديها كمية كويسة. لكن بالسبونج الجاهز طبعا احنا لازم نضيف المكونات كلها على بعض، ما بيبقاش فيها طريقة فصل يعني. كده كده هو بيبقى فيه مواد رفع كتيرة ومحسنات، ومحسن خبز اللي هو البودر. وطبعا لو هتعملي الصاج كاكاو، عشان الناس اللي كانت بتسألني انت امتى بتضيفي الكاكاو، انا بضيفه في اخر مرحلة. لو عايزة تديله تقليبة بالسباتولا او تديله تقليبة بالعجان كده عادي. بس بيبقى اخر مرحلة عشان ما يقللكيش الكمية بتاعة الاسبونج. ده كده الاسبونج الجاهز. وطبعا هفرده في الصاج وادخله يستوي على درجة حرارة 200. بشغل في الفرن الكهرباء من فوق وتحت. طبعا الفرن الكهرباء تسويته غير تسوية الغاز، والسبونج الجاهز تسويته غير السبونج البيتي. السبونج الجاهز بياخد وقت شوية، يعني بياخد من تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة، لكن السبونج البيتي بياخد التسوية من 10 دقايق لأقل من ربع ساعة. فبتفرق طبعا. بصوا بقى النوع ده، انا الكريمه عندي خلصت. ف يعني مش خلصت، كان فاضل كوبايه من الفا. وطبعا الفا عشان سعرها كويس فبيبقى عليها الطلب شويه. فروحت عشان اجيب كواليتي ستار، برضو ما لقيتش. فقال لي في كواليتي تارجت ب 205 كيلوهات، بتيجي مغلفه كده حلوه. قال لي جميل لو جربيها، والناس ما اشتكتش منها وكده. خلاص تمام. ضربت كوبايه. انا بضرب 50 جرام ب50 جرام، مش بحب اضرب الكريمه واركنها. فبضرب 50 جرام تخلص، اضرب 50 جرام اللي بعدهم، وال50 جرام يعني يعتبر بيعملوا لي طبقات من التورتايه لما تكون مقاس 25 زي كده. فهبتدي اقطعها معاكم. طبعا للناس اللي كانت بتسالني انت بتقطعها ازاي، دي البورد بتاعتي دي مقاس 25. يعني البورد دي تقيسيها بالمزوره كده هتلاقي مقاس 25. فانا هجيبها على الكيك وهبتدي اقطعها بالطول وبالعرض. هنا طول 25 في 25، يعني طول فوق العرض 25. تمام. فكده هيطلعوا لي طبقتين، يعني كده انا هقسمها كده طبقتين بالظبط. الطبقه الثالثه هاخد نص البورد، يعني مقاس نص البورد كده، يبقى هيطلعوا لي 3 طبقات. يبقى 3 طبقات كده. الطبقه منهم هتبقى عامله 12 ونص، لان ايه، احنا البورد دي مقاس 25، نصها 12 ونص. يبقى 3 طبقات. وهنعمل كده برضو في الكاكاو. بس طبعا انا هجيب بقى شريحة من الكيك اللي هو انا قطعته، وابتدي اقيس عليها. عايزة تقيسي ببورد، عايزة تقيسي بمزورة، عايزة تقيسي، شوفي انت عايزة تقيسي ايه. طبعا انت لو تعملي نص ونص فهتاخدي 3 طبقات، فهتبتدي تقيسي زي ما قلت لك كده مقاس 25 في 25. والشريحة التانية هتبقى طولها 25 لكن عرضها 12 ونص. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو بالظبط، عشان الناس اللي بتقولي لا انت بتقطعي بسرعه والفيديو بيبقى سريع، اديني بطأته لكم خالص اهو. زي ما انتم شايفين 3 طبقات. الطبقه الشريحه الواحده طولها 25 وعرضها 12 ونص، عشان لما اجي احطها الاتنين جنب بعض يدوني 12 ونص و12 ونص، يبقى 25. والطول طبعا بيبقى ثابت، بيبقى 25.
ادي تاني طبق اهي، والكيك زي ما انتم شايفين طالع جميل وما فيهوش تكسير ولا اي حاجه. طبعا بنسيبه يبرد، طبعا ما بنشغلش في الكيك وهو سخن الا لما يكون سيلز. بصوا بقى الكريمه، يعني بصوا، يعني انا ضربت 50 جرام على 100 جرام من الميه وبشتغل بيها مليانه فراغات هواء، وكل شويه لازم افضل اعملها بالاسباتولا. فطبعا انا ضربت اول 50 جرام وركنتها واشتغلت بقى يعني الكوبايه اللي كانت عندي، وبعدت جبت تاني كواليتي بس ستار. قلت له لا دي وحشه جدا، بس طبعا ما كانش ينفع ترجع. فانا بصراحه خلطتها، يعني بقيت احط على كل كيلو من اللي انا بجيبه 50 جرام منها لغايه ما خلصتها يعني. فما خدوا بالكم من الموضوع ده. انا جلست بقى بالكريمه اللي كانت عندي علشان، وعملت طبعا الروزتات. يعني انا يعتبر التجليس الخارجي والروزتات اللي هي الورود دي كلها بكواليتي ستار، لكن كواليتي تارجت ديت وحشه جدا جدا جدا. خدوا بالكم من الاسامي، هي كلها كواليتي بس بتفرق. وطبعا الفا انا بحب اشتغل بيها، الفا من المتحده، بس فعلا بيبقى عليها طلب كتير جدا فمش بتبقى متوفره، وسعرها حلو جدا. يعني هي كانت ب 165، دلوقتي تقريبا بقت ب 170، ودي تعتبر رابع درجه في المتحده. وبالنسبه للسيليكون اللي كانوا بيسالوني عليه بتاع الحروف، ده بيتصب فيه الشوكولاته كده وبمسحه من فوق عشان الحروف ما تبقاش ليها بروز كده. وببتدي اجيب الدست، وطبعا الناس اللي كانت بتسالني انت بتشتغلي بالدست بتلمعي بيه ازاي، انا بلمع منه على طول، يعني باخده كده زي ما هو بالعلبه بفرشه وابتدي امشي على الحروف، فبيديني اللمعه اللي انا عايزاها من غير اي مذيب، المذيبات او الزيت او اي حاجه. لو انت هتعملي دست على تورتايه، وبرده بحط منه على الكريسبي زي ما انتم شايفين كده، وببتدي اوزع الكريسبي. طبعا الابيض بيديني الدرجه اللي انا اللي هي الاصفر، وطبعا الكريسبي الالوان بيبقى فيه الوان يعني صعبه شويه فبتكسر اللون شويه، فبتدي الدرجه اهدى شويه. يعني انت لو عندك مثلا احمر غامق وحطيت له دست فضي او ذهبي، هيديله لمعه كده وهيديله شكل حلو. بالنسبه طبعا للجيلو الابيض اللي هو الجناش الابيض، طبعا لو عايزه تحطي له الوان بنحط له نقطه من لون اصفر، ولو عايزه تغمقي الدرجه شويه بتبتدي تحطي جناش بالاسود، هيديكي درجه غامقه. يعني كل ما تزودي في الجناش الاسود، وده طبعا عملناه في فيديو الجناش الملون للناس الكتيره اللي سالتني على الجناش ازاي بتلونيه. طبعا عاملين حلقه كامله على الجناش الابيض والجناش الاسود والجناش الملون، ارجع للفيديو هيفيدك. وبالنسبه برضو الناس اللي كانت بتسالني على الشوكولاتات الملونه، برضو عملناها قبل كده في فيديو وهعملها لكم تاني، وازاي نشتغل بالشوكولاته نلونها بالوان الجل العادي من غير الوان زيت يعني. بنحط طبعا نقطة من الزيت على نقطة من اللون الأول، يعني نفك اللون الأول بنقطة من الزيت، وبعد كده نبتدي نحطه على الجناش أو نحطه على الشوكولاتة. لا مش الجناش، الشوكولاتة، علشان لو حطيتيها مباشر كده على الشوكولاتة هتكلكع معاكي. وبرده ده احنا اتكلمنا في فيديوهات كتير بالنسبة للناس اللي كانت بتسألني على الشوكولاتة ازاي نلونها. بصوا بقى الصورة دي، طبعا انتوا عارفين صورة الشوجر شيت بتبقى من عجينة السكر، وطبعا لازم نحط اي حاجة من تحتها نوتيلا. لو ما عندكش نوتيلا سيحي شوكولاتة وحط عليها معلقتين من الزيت. اهم حاجة ما تحطيش شوكولاتة يعني كده على طول، لان هي مجرد ما تخش التلاجة والشوكولاتة هتكسر لك الصورة دي. طبعا صورة غذائية يعني بتتاكل، يعني صورة شوجر شيت بتبقى من عجينة السكر. صاحبتها بقى حصل موقف طريف كده. طبعا هي قالت لي الاول ان هي عايزه تحط الصوره وتحط حواليها شوكولاته بس، يعني مش عايزه تعمل اي حاجه غير ان هي تعمل شوكولاته من الجناب. فطبعا انا بروزت كده الصوره وحطيتها لها بميل كده شويه زي ما هي كانت طالبه، وبروزتها كده بالروزتات، وابتديت احط بقى شوكولاتات من الجناب. لقيتها بتكلمني بتقول لي هو انت عملت التورته؟ بقول لها بقى انا بفنش فيها. قالت لي هو انت ينفع تعمليها لي حوالين ال- المربع بتاع الصورة ورود؟ انت كنت شايفة تورتاية كده مدورة فيها ورود موف وكده. طبعا هو انا ما عنديش مشكلة، بس هي الفكرة كلها ان لما بنحط شوكولاتات، يعني لما بنحط شوكولاتة جناش وتيجي تحط عليه اي حاجة من فوق، بتحس ان الروزيتات بتاخد بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا كل ما احط روزيتا تحس ان هي نزلت. الشوكولاتة برضو مهما كان بتبقى ممكن تسيح. هي لو كانت قالت لي من الاول كنت انا شلت كل الجناش ده وحطيت الاول الورود اللي هي عايزاها، وبعد كده حطيت في الشوكولاتات. بس طبعا هي قالت لي في الاخر اللي هو انا عارفين، انا عايزه اقول لكم الصوره والله الورود دي تعبتني جدا، لان الجناش انا كنت حاطاه كتير، فطبعا كل شويه يقع يسيح، لان برضه حطيتها في التلاجة. بس يعني الاحسن لو انت بتشتغلي
وعايزه تعملي اي حاجه من الكريمه الاول ما تحطيش جناش، بس طبعا انا ما كنتش اعرف، بس الحمد لله يعني حاولت اظبطها لها على قد ما اقدر. بس ده نصيحه ليكي علشان على ما تتنقل وتروح لصاحبتها. الشوكولاته برضو يعني بتفك شويه، فعلشان ما تاخدش الوردات دي وتنزل، فالاحسن ان انت تعملي من البدايه خالص الورود بتاعتك، او تعملي الشكل اللي انت عايزاه وبعد كده تحطي الجناش. ده كانت التورتايه. وبعد كده لقيتها بتكلمني بتقول لي الصوره تحفه والتورتايه تحفه وشكلها رقيق وجميل، بس احنا كنا عايزين صورة غذائية، اللي هي تتاكل مع الاكل، ما مش احتفظ بيها. قلت يا حبيبتي دي صورة غذائية، شوجر شيت. قالت لي بجد؟ قلت اه والله، ليه وانت ما اكلتهاش؟ قالت لي لا احنا شلناها، بس هي اتكسرت كده مننا عشان كان تحتيها شوكولاتة. بس لقيتها بتلمع قوي كده، فحاسه ان هي صورة طبيعية، يعني صورة اللي هي كارت. قلت لها لا يا حبيبتي والله انا بحط عليها جيلو شفاف عشان تدي لمعة كده، لان هي بيبقى لونها مطفي شويه، فالجيلو بيديها لمعه. قالت لي طب مش تقولي لي ده احنا شلناها وما كلناهاش؟ فبالهنا والشفا، فمش عارفه. بس يعني بيبقى باين قوي يعني الشوجر شيت حاجه، والتورت الصور العاديه حاجه تانية. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ودي التورتايه مقاس 25 في 25، بطلعها بالشوجر شيت بالصوره ب 250، ودي العروض طبعا اللي ب 100. وده العرض ده طبعا يعني ما صورتوش لان هو نفس الفكره. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وتعليقاتكم الجميله دايما بتفرحني.